السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ بشكركم بجد بجد الاحلى اخوات واحلى متابعين اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في قناتي. ما اقولكوش بجد ببقى فرحانة قد ايه لما بلاقي قناتي زادت. احلى اخوات في الدنيا. ولو اول مرة طبعا تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش طبعا اهم حاجة اللايك الجميلة بتاعتكم. نخش بقى كده كلنا في الكومنتات نقوله للحاجة سعدية حمد لله على السلامة. والف الف سلامة عليكي والحمد لله اللي انتي قمتي بالسلامة وبخير. بجد والله يا حاجة سعدية كنت فعلا وحشانة وحشانة ومفتقدينك في الفيديوهات. اللي كنتوا بتعملوها والله الفيديوهات من غيرك ملهاش طعم فعلا. بتدي روح كده هوت وحياة وحيوية بكلامها الجميل بجد في الفيديوهات بتاعتهم. وبنحسوا كده بالدفى واللمة الأسرية كده وانتوا مع بعضيكوا. بنحسوا كده فعلا ان الأسرة مكتملة. عايزة اقول لكم يا جماعة ما شاء الله يعني اللهم بارك الحاجة سعدية. هي اساس البيت. تخيلوا انت كده مثلا البيت من غير ام بجد والله انا بحس البيوت المصرية فعلا الامهات فيها نعمة. اه والله هي اللي بتلم العيلة وبتلم العيال والاحفاد والكبير والصغير الام هي اللي بتبقى محتوية الاسرة كلها وهم فعلا اللي بيجوا على حسها وهي اللي بتبقى فاتحة البيت. ربنا يا رب ما يحرم اي حد من والدته كده هوت ومن مامته. ربنا يبارك لكم فيهم ويديهم الصحة والعافية يا رب. فبجد احنا كنا مفتقدينك يا حاجة سعدية وحمد لله على سلامتك. وهو شكله كانت اخده دور برد جامد يا جماعة اللي هو الدور اللي ماشي الايام ديت فعلا تقيل. وفي ناس كتيرة فعلا كانت اخده الدور دوت وهو فعلا دور صعب صعب جدا قوي قوي قوي. يعني ربنا ما يوريه لحد والله يا جماعة ويشفي كل مريض. فهي الحاجة طبعا اولا عشان تعبانة وكبيرة في السن برضه وما تنسوش اللي هي عندها الضغط وعندها السكر. ده هي حتى بتقول انا كنت تعبانة والتعب مأثر على عينيها. انتوا عارفين يعني بصوا هي كمان عشان عندها السكر برضو السكر مأثر على عينيها. وانتوا عارفين اللي هم عندهم الامراض اللي هي المزمنة ديت بتبقى مناعتهم ضعيفة جدا. فكتر خيرها بصراحة والحمد لله اللي هي قامت بالسلامة. كتر خيرها بجد بكمية العلاج طبعا والمضادات اللي هي كانت بتاخدها. يعني هي كانت بتقول انا خسيت برضو من كتر يعني مش تعب وحش ولا حاجة هي بتقول كده. بس طبعا خست من كتر العلاج. وكانت بتقول ملهاش نفس ان هي تاكل. ف... فمرت فعلا بتعب جامد. معلش يا حاجة ربنا ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك. تعبك دوت والحمد لله عدى على خير وربنا ما يوريكيش حاجة وحشة. ونخش بقى ونقول لك تسلم ايديكي على الاكله الجميله اللي انت بتعمليها ديت. طبعا كنا مفتقدين بقى الحاجه وهي بتعمل الكسكسي او بتعجن بقى وبتعمل اي حاجه من ايديها. حته العجين او الخبيز احنا كنا بنفرح قوي لما كان في فيديو كده بيجي لنا من قناه حوارات ان هم عاملين مخبوزات بقى كده وعجين اللي هو اليوم الطبيخ دوت لما كانت بتلم بقى سحر وعيال محمود واحفادها ومحمد وكله حسن بيبقى ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. البيت كان بيبقى ملموم عليها. وهي ديت فعلا لمة الأسرة اللي احنا كنا بنحبوها. ربنا يلمهم تاني كده هوت مع بعضيهم ويجمعهم دايما في الخير يا رب. وطبعا كانت بتشكر في نيرة لان هي كانت شايلاها في مرضها وهي اللي كانت بتخدمها وهي اللي كانت بتعمل لهم الاكل. رغم اللي كانت الحاجة تعبانة في وقت اللي نيرة كانت بتراجع فيه وبتذاكر فيه عشان وكانت بتمتحن فيه. يعني هي كانت قبل الامتحانات وفي اثناء الامتحانات ونيرة بتمتحن والحاجة كانت تعبانة. فبجد ما شاء الله على نيرة فعلا ونعمة التربية يا حاجة. ما شاء الله على نيرة طالعة من تحت بيتك ما شاء الله. ادب واخلاق وتربيه وتعليم تعليم 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 يعني تعليم اللي هو كدراسه. وتعليم في البيت لاني برضو البنت برضو لازم تبقى بتعرف تقرا وتكتب ومعاها شهاده وكل حاجه بس برضو لازم شغل البيت تكون متمكنه فيه وعارفه ان هي تعمل تشيل مسؤوليه بيت لاني بكره وبعده انت هتبقي ام ومسؤوله وزوجه وهتفتحي بيت وانت اللي تبقي مسؤوله منه من اكل وشرب وتنفيذ وكنيس واللي انتوا عارفينه بقى دوت مش لازم اقول لكم. فنيرة طبعا كانت شايلة اخواتها وشايلة ستها وهي تعبانة وكانت هي اللي بتعمل لهم الاكل. وطبعا ما نكرتش يعني ايه ان هي فعلا اللي كانت نيرة هي اللي شايلاها في تعبها.
وكانت بتعمل لاخواتها الاكل. وكان زياد عمال يقلل من نيره ويقول لها لا لا يا حاجه، لا يا ستي، ده كان اكلك احلى من نيره ومش عارفه ايه والكلام ده كله. بس طبعا جه الحاج جابر، بنقول له طبعا احلى تحيه واحلى سلام للحاج جابر، وبنقول له بصراحه انت ونعمه الاب والجد والاخ والسند لعياله ام زياد بجد والله. يعني ربنا يديمك نعمه في حياتهم، لاني بجد بجد بيساند نيره وبيقول لها كلام جميل، وهي حتى بتبقى فرحانه وبتحب جدها قوي قوي، وهو جدها بيحبهم كلهم، بس بيحب نيرة وبيحب يساندها بالكلام وبيرفع من معنوياتها وما بيقولهاش كلام وحش. هي فعلا في السن ده محتاجة ان هي تسمع كلمة حلوة وكلمة كويسة، فجدها بيشجعها. فبيقول له احنا برضو ما ننكرش فضل نيرة، وهي برضو اكلها زي اكل ستك، يعني هما الاتنين واحد، ما ستك هي اللي معلماها. فاحنا بنقول لك برضو يا زياد لا ما تقللش من اختك، اكل اختك حلو واكل ستك حلو، ما ستك هي اللي معلمه نيره. فانت برضو ايه، ما تكسرش مقاديف نيرة زي ما بيقولوا. بنقول لك تسلم ايديك يا نيرة. وكان زياد طبعا محاول يشاركهم كده ويساعد سته عشان ايديها مثلا ما توجعهاش من عمايل اللي هي الكسكسي اللي هي قاعدة بتعمله دوت. فكان بيشاركهم يعني كده. بصراحة كان الفيديو حلو قوي وفيه روح تجمع كده وروح أسرية مع بعضيهم، كان جميل. وكانت الحاجة عاملة لهم وزة بقى كده من ايديها الحلوة كده بترم عظمهم، من بعد ما هي طبعا قامت بالسلامة وكانت تعبانة، فقالت تعمل لهم أكلة حلوة كده تروق عليهم كده من أكلاتها الجميلة. الحاجة طبعا الحاجة سعدية اللي معروفة بأكلاتها الحلوة ديت. احنا بنقول لك تسلم ايديك يا حاجة وشفاك الله وعافاكي، وان شاء الله تبقي بألف خير وبألف سلامة. واحنا طبعا مستنيين المفاجآت اللي نيرة قالت عليها هي وزياد. تتوقعوا بقى انتوا كده هوت ايه؟ مش عارفين، بس ان شاء الله هما بيقولوا لنا انتظروا مفاجآت جميلة الايام اللي جاية. طبعا احنا قاعدين ومستنيين وعايزين نشوفه كده هوت، وربنا يفرحكم ويسعدكم وما يجيبلكوش حاجة وحشة تاني ابدا كده، وتقدروا متجمعين في الخير دايما كده مع بعض، ويخلي لكم ستكم ويخلي لكم جدكم ويخلي لكم خلانكم. بجد يعني الحاجة سعدية هي روح البيت. حسينا كده هوت بروح في الفيديو الجميل دوت لما الحاجة سعدية فعلا طلعت واتكلمت معاها بتلقائيتها بعفويتها الجميلة اللي مفيش أي تكليف في الكلام بتاعها. بتتكلم بتلقائية كده هوت وبقلب صافي وجميل. بجد بجد احنا بنحبوك يا حاجة سعدية انت والحاجة جابر بكلامكم الطيب الجميل اللي بترفعوا من الروح المعنوية كده هوت للاولاد، وبتقول لهم كلام طيب وكلام حلو. انا بيعجبني قوي يا جماعه على فكره كلام الحاج جابر لنيره، بجد بجد بحبه، بحس ان هو بيدعمها وبيقويها وبيخليها تبقى احسن، ان هي فعلا عايزه تجتهد وتبقى كويسه اذا كانت مثلا في البيت او في المذاكره، اللي هو بيشجعها ان هي تبقى الاحسن والافضل. فاحنا بنقول لك برافو عليك يا حاجة جابر بصراحة، ويسلم لسانك الجميل اللي بيقول كلام حلو. واحنا طبعا بنتمنى لكم الخير، ومستنيين نشوفوا المفاجآت الحلوة اللي انت وعدتنا بيها يا زياد. بس وبنقول لك حاول تظبط التصوير شوية، عشان كان التصوير عندهم زي ما يكون منغمش كده شوية، اما بيقرب قوي بالكاميرا التصوير بيبقى فيه نغمشة كده شوية. فبنقول لك حاول تظبط الصور، التصوير بتاعك يا زياد. نخش بقى كمان على الفيديو الجميل اللي نزل عند مامة نهال. بجد كان فيديو جميل قوي قوي، وبيفكرنا فعلا برضو بقناة حوارات كده بالتجمع الأسري واللمة الأسرية الجميلة دي. إذا كانت مامة نهال أو جدة نهال اللي ظهرت مع مامتها وعبد الله وهنا وسيد اللي هو ابن أختها أو ابن أخو الحاج سيد. فبنقول لكم بجد تسلم ايديكي يا حاجه. والقرص او القراقيش اللي انت كنت بتعمليها او الكحك اللي انت كنت بتعمليه، بجد الناس بتاعت زمان دي كده كانت تلقائيه في الكلام، يعني كانت بتقول لهم انا عايزه ادوقكم كلكم. فام نهال بتقول لكم الحاجه عايزه تدوقكم، مصممه ان هي تدوقكم القراقيش بتاعتها. احنا من غير ما ندوق يا حاجه احنا عارفين وواثقين الناس بتاعت زمان اللي كلها بركة ديت أكيد طبعا الأكل من إيديها بيبقى شكل تاني وبيبقى جميل
وتسلم ايديكي. وام نهال فعلا فيديوهاتها بقت جميله قوي 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 يا جماعه، غير الاول. عايزه اقول لكم اكيد طبعا في الاول الواحد بيبقى لسه فاتح قناه، ما بيبقاش عارف ايه الصح من ايه الغلط، بيصور هنا حبه وهنا حبه، لغايه مثلا ما بيستقر كده وبياخد خبره في التصوير او في الفيديوهات، او بيجيب افكار، بتجيب فكره من هنا وفكره من هنا هوت، لغايه ما بتعمل فيديوهات جميله. فبجد بصوا الروح الأسرية الحلوة قوي كده ولمتهم مع بعضيهم. بجد ربنا يديم الناس الكبيرة ديت كده في حياتنا. هي دي بجد البركة بتاعت العيلة، ان هي بتفتح البيت وبتلم عيالها كده حوالين منها. بجد بجد والله ديت احلى لمة واحلى فيديوهات، فعلا المتابعين بتبقى نفسها تشوفها يا ام نهال. فاحنا بنقولولك تسلم ايديكي طبعا انتي والحاجة الجميلة ديت، تسلم ايديها بجد بجد. من الفيديوهات الحلوة قوي قوي، واستمري في المحتوى اللي انتي بتعمليه دوت الحلو الجميل اللي احنا بنحبه، التجمع الاسري كده الجميل، اللي الناس فعلا افتقدته مثلا شوية كده هوت عند قناة حوارات، لان التجمع بتاعهم كده هوت ما بقاش كتير، او ما بقاش زي الاول. ده كانوا كل فيديو ليهم كانوا بيبقى متجمعين كلهم مع بعض. فربنا يصلح الحال ويجمعهم كده هو التاني، ونشوفوا الفيديوهات الحلوة. ومحمود يجي ينور الحاجة برضو اللي مختفي خالص، عايزينه يجي ويصور هو وأولاده، بصراحة بيملوا البيت على الحاجة أم محمود كده وبيبقى جميل. فانت يا ام نهال فعلا رجعتينا لأيام الخبيز بقى كده، والعجن والأكل الجميل اللي الناس كانت بتحبه. يعني الناس حابة تشوف المحتوى دوت، المحتوى الجميل، لمة الأسرة، الدفى، الناس الكبيرة كده اللي بتقول كلام حلو كده هوت. تحسي ان انت ما تشبعيش من كلامها، او ما تشبعيش من القعدة معاها، ان انت قاعدة تسمعيها وهي بتتكلم، او تسمعيها وهي بتعمل حاجة او بتقولك حاجة. بجد الحاجة او تيتا زي ما كان بتقول لها منهال، تسلم ايديك يا تيتا على الكحك. يعني السيد طلب منهم كحك فهم عملوا له كحك، وكل واحد بطلبه، واللي طلب قراقيش واللي طلب بقى ايه، كل واحد بقى بطلبه. فبنقولك تعيشي وتعملوا لهم يا حاجة، وربنا يخليكي ليهم، وانت فعلا عطيتي روح وبهجة حلوة قوي قوي في الفيديو مع ام نهال. وطبعا ام نهال بصراحة يعني ست طيبة وست تلقائية وتخش القلب، وكلامها حلو قوي قوي، وروحها مرحة كده، وتحس ان هي بشوشة، وتحسوا ان انتوا فعلا عايزين تتفرجوا كده اهوت وتسمعوها وهي بتتكلم. بتديكوا كده طاقة ايجابية. بصراحة في ناس كده تديكوا طاقة سلبية وانتوا بتتفرجوا عليها، لا هي تديكوا طاقة ايجابية كده اهوت وكلام حلو بصراحة. فبجد محتواكي بقى فعلا جميل جميل قوي يا ام نهال، وتسلم ايديكم. ودوت طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا اختكم بدعوه حلوه كده بصلاح الحال ليا وليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وبجد تاني بشكركم من قلبي لكل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناه، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، سلام.